باقيلي بس تصوير يوم التأسيس. تدرون كم حاطة شيء بلبسه؟ يمكن ولا 4 ولا 5 ستايلات. تعبت التفكير. شايفين لما تمشون تخضر معاكم الأرض؟ يا ربي أشياء تقنية رائعة. أول شيء راح نحكي عنه إيش هي الرياض الخضراء. الرياض الخضراء مثل ما أنتم عارفين أحد المشاريع الكبرى اللي أطلقت في الرياض بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. ومثل ما قلت لكم أحد المشاريع الكبرى في الرياض، وراح نتكلم أكثر عن ما هي الرياض الخضراء وإيش الأماكن اللي راح يكون فيها التشجير، وإيش الهدف من التشجير هذا، ومين المعني في التشجير هذا. راح نتكلم عن التفاصيل هذه، وصراحة تفاصيل جدا جدا رائعة نعرفها إن شاء الله. هذه طبعا من خطة 2030. نتكلم عن الرياض الخضراء. كم شجرة ما شاء الله تبارك الله يستهدفون أنهم يزرعونها؟ تخيلوا 7.5 مليون شجرة موزعة على المشاريع هذه، منها الحدائق، منها الطرق الرئيسية، المباني الحكومية، الجامعات. يعني هذه طبعا نتكلم عن المدينة غير الأحياء السكنية. الحين أوريكم الهدف أو الأشياء اللي راح تتم داخل الأحياء. التشجير راح يكون في داخل الأحياء، ركزوا معاي، 3300 وزيادة حديقة للحي نفسه. يعني شوفوا كم حديقة داخل الأحياء. قبل شوي وريتكم المدينة بشكل عام، المنشآت التعليمية، الصحية، الشوارع، المواقف، المساجد، كل هذه الأشياء والأرقام اللي أنتم شايفينها 5000 وحاجة، 3000 وشيء، 4000 وشيء داخل الأحياء. يعني ما شاء الله تبارك الله مشروع ضخم جدا جدا. من الأشياء المهمة صراحة إن مو بس بيكون في تشجير، يعني راح يكون في تشجير وراح يكون في تطوير للمرافق اللي راح يتم فيها التشجير وزراعة الأشجار. يعني مثلا راح يكون في ملاعب للأطفال، المرافق الرياضية مثلا في شارع مثلا فيه مشكلة راح يتم تضبيط هذه المشكلة، الأكشاك، مساحات التنزه. يعني راح يكون في تشجير وتطوير للمرافق. الحين السؤال اللي يتوارد بأذهان الجميع، من وين راح يجيبون ما شاء الله تبارك الله 7,500,000 شجرة أو نبتة؟ فيه مركز اللي هو مركز التميز للإنتاج، طبعا أنشأوه بشكل كامل. يعني كأنكم تقولون مشتل كبير ضخم جدا، في السنة يعطيهم تقريبا إلى 3 مليون شتلة سنوية. طبعا تشمل كل حاجة، اللي هو إنتاج الشتلات، التربية اللي هي رعاية الأشجار، البذور المختبر. يعني هذا كله بيجي ما شاء الله تبارك الله من خيرات هذا البلد. برضو سؤال، طيب هذه 7,500,000 شجرة كيف راح يتم يعني كيف بيسقونها موية؟ لأنه برضو يحتاج شيء مرة كبير. برضو ما شاء الله تبارك الله الرياض الخضراء عملوا على شبكة ري، إنشاء شبكة ري كاملة متكاملة تغطي إلى 1,000,000 متر مكعب يوميا. يعني شيء كبير ما شاء الله تبارك الله. طيب الموية نفسها إيش؟ اللي هي الموية المعالجة. كيف يعني موية معالجة؟ يعني مو موية الشرب اللي حنا نشربها، لا، الموية المعالجة. مثلا الموية اللي أنا أستخدمها للوضوء في الصلاة مثلا، الموية هذه يتم معالجتها ومنها راح تكون في شبكة الري للمسطحات الرياض الخضراء. يعني ما شاء الله تبارك الله المشروع شيء خرافي. مجرد ما أنكم تجون قسم بالله تنفتح نفسكم كذا. نتخيل إن شاء الله الرياض بتكون بهذه الطريقة، الأحياء، المرافق الخاصة، المرافق العامة. واو. الرياض الخضراء يستهدفون أنهم يشجرون تقريبا 120 حي. تم تشجير الحي الأول اللي هو حي العزيزية، حاليا اللي هو حي النسيم. راح نشوف التفاصيل عن هذا الحي، مثلا كم شجرة، كيف المشروع قاعد يمشي في حي النسيم. راح أقول لكم على التفاصيل. نشوف الحين مثلا نتكلم عن حي النسيم. مثل ما قلت لكم حاليا راح يبدأون أو بدأوا إن شاء الله في الحي الثاني اللي هو حي النسيم. حاليا كم في شجرة في حي النسيم؟ 8,000 شجرة. طيب الهدف أنهم يزرعون 241,000 شجرة وشجيرة. يعني نتكلم عن 250,000 شجرة وشجيرة. هذا شكل مدينة الرياض حاليا قبل التشجير، وراح أوريكم الآن بعد الرياض الخضراء اللي هو التشجير إن شاء الله. شوفوا كيف راح تكون ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف راح تكون الرياض بإذن واحد أحد.
معاي الآن حنا نشوف حي النسيم. احنا المشروع اللي نتكلم عنه الآن هما بدأوا في حي النسيم، ثاني حي في الرياض الخضراء. شوفوا الشوارع كيف راح يتم تشجيرها. هذه هي الشوارع اللي راح يتم تشجيرها فعليا في حي النسيم. وهنا نتكلم عن المواقف اللي هو مواقف السيارات، وبرضو راح نتكلم عن المدارس اللي هي تشجير المدارس. كم مدرسة نقدر نتكلم عنها؟ في حي النسيم فقط 33 مدرسة. طيب المساجد نشوف هنا تشجير المساجد في حي النسيم. كم مسجد؟ ما شاء الله تبارك الله، بس في حي النسيم 83 مسجد. والحدائق، شوفوا الحدائق اللي راح يتم تشجيرها في حي النسيم 4 حدائق حاليا، 97 حديقة جديدة راح تكون ما شاء الله تبارك الله. وهنا عندكم آخر شيء اللي هي شبكة المياه المعالجة اللي قبل شوي قلت لكم راح تسقي التشجير اللي هي بهذه الطريقة. خلونا نبغى نشوف يعني تصور كيف بتكون الحديقة قبل وبعد التشجير. مثل هذه الحديقة، هذا الحين انتم شايفينها قبل. طب خلونا نشوفها بعد. ما شاء الله تبارك الله، تفتح النفس والله العظيم. شوفوا هنا تشجير المساجد، شوفوها قبل كيف بعد، ما شاء الله. نتكلم عن نوعية الأشجار أو إيش الأشجار اللي راح تستخدم في التشجير. ما شاء الله تبارك الله، الرياض الخضراء اختاروا تقريبا 98 نوع. تم اختيار هذه 98 نوع على حسب مميزات معينة. أولا تراعي البيئة اللي حنا عايشين فيها، يعني مثلا التربة اللي عندنا، الحرارة، الأمور هذه إنها تتحملها هذه الأنواع. الشيء الثاني تستهلك موية أقل. الشيء الثالث فيها ظلال أكبر علشان يكون التشجير يعني بمميزات مرة دقيقة. معاي طريق المطار، هنا طريق المطار قبل وهنا طريق المطار بعد. هذه طبعا الأعمال اللي تم إنجازها. هنا عندكم كيف كان قبل وهنا كيف صار بعد. هذه طبعا الأعمال اللي تم إنجازها اللي هو تقاطع طريق الملك فهد مع الملك سلمان، كيف صار بعد شايفين. الشيء المهم ما هو العائد أو الأثر من بعد الرياض الخضراء. 3 أشياء: الأثر البيئي والأثر الاجتماعي والأثر الاقتصادي. بشكل عام احنا نتكلم هذا. لما نتكلم مثلا شيء بسيط يعني علشان بس تتخيلون معانا الأثر اللي راح يكون بعد الرياض الخضراء. راح تنخفض بإذن الله درجة الحرارة إلى نتكلم إلى 2 درجة مئوية. يعني مثلا نتكلم بشكل عام راح تنخفض إلى 2 درجة مئوية، ولكن وهج الحرارة أو بالأماكن اللي مظللة راح تنخفض إلى 10 درجة مئوية. يعني راح تنخفض درجات الحرارة بشكل عام يعني لدرجات مختلفة على حسب يعني اللي فيها ظل أو اللي ما فيها ظل. بس بشكل عام هذا شيء ترى مرة حلو. احنا أكيد نعاني من الحر، فراح يكون شيء كبير بالنسبة لنا. من الأشياء اللي راح تكون بإذن الله بعد الرياض الخضراء يعني راح نحس حنا بفرق كبير فيها. أولاً طبعاً الشكل الحضاري راح يكون شكلها أجمل 100%، راح يكون في ترابط اجتماعي أكثر. حنا نفتقد هذا الشيء، احنا نبغى نمارس أنشطة خارجية، مشي، باربيكيو مثلاً، نمشي أطفالنا، نطلع مع أطفالنا. نبغى فعلاً يكون في مكان نمارس فيه هذا الشيء، وراح يزيد تقريباً للفرد الواحد يعني الشخص الواحد راح تزيد له إلى 6000 خطوة. يعني راح نتحرك أكثر، وهذا شيء فعلاً احنا نفتقده. الله يعني الناس اللي راح يزورون المكان عندكم اللي هو من فعالية تشجير حي النسيم. هذه أحد الأشجار اللي هو تم اختيارها في الرياض الخضراء اللي هي شجرة اللوز الهندي. شوفوا كيف احتياجها للضوء والموية وكيف نموها. أكثر شيء برضو أعجبني هنا شيء يشجعون فيه الأطفال على حب الأطفال للتشجير والأمور هذه. مثل ما أنتم شايفين هنا تلوين الأشجار نفسها بازلز. طبعا الأشجار اللي راح تكون مستخدمة في الرياض الخضراء عشان الطفل يتفاعل ويعرف أهمية التشجير والأمور هذه. شوفوا معاي هنا كيوت يعني صور يسوونها. شايفين هذه الرسمة وترسلها عشان إذا يعني ترسلها لأهلها. يعني فعالية صراحة مرة حلوة للأطفال، ممتعة. أنا صراحة مرة مبسوطة، يعني زيارتي للمعرض يعني أحلى من ما توقعت، وشفت أشياء حمستني ومتأكدة أنه الجاي بإذن الله بيكون أجمل بكثير من التصور اللي حنا في بالنا. مرة مبسوطة ومرة سعيدة وقلبي كذا يعني ينبض حب وفخر وجهود جبارة فوق ما نتصور. يعني شيء ما هو بعادي.
نسمع كثير عن الرياض الخضراء، بس اللي يجي للمعرض ويشوف التفاصيل ويشوف إيش بيصير، يعني مو بجهود جبارة، جهود عظيمة عظيمة، يعني ما تتصورون يعني المشروع بأدق التفاصيل كيف مركزين عليه. وحلو إن الواحد فعلا يشوف إيش البلد اللي هو عايش فيها، البلد اللي تربى فيها، كيف قاعدة تتطور تطور ما شاء الله تبارك الله. يعني الله يعطيهم إن شاء الله ويقويهم يا رب. وفعلا متحمسة وأحس إن كل شيء جاي أحلى بإذن الله. يعني أوكي، هذه الكلمة يعطيك العافية وما قصرتي حبيبتي وشيء يجنن. التعليقات الثانية بنات أوكي أدري، بس يعني شلون